أنت التوب الأول عندي، ما يعني الله حتى كلامِك عسل على قلبي، عادي أي شيء تقوله أنا طيب، بالعكس أتقبله. الله يرضى عليك. طيب اسمعيني، أبشري باجاوبِك أنا، بس خليني أجاوبِك على القط. القطط لا يمكن يوم من الأيام إني أنا أحرِّم شيء حلّه الله سبحانه وتعالى، أبدًا. أنا أتكلم عن استغلال، لأن ما استغلّه البشر. أنتم تعرفون المشعوذين والسحرة يستغلون البشر، يسحرونهم، يحطون في أجسادهم سحر، وفي سحر صح. الآن اسمه سحر البوابة، إذا كان ما حد سمع فيه اسمعوا فيه. البوابة وش هو؟ إيش معناته سحر البوابة؟ بحيث إني أنا أسحر شخص، وهذا الشخص يدخل في البيوت عند أهله مثلًا عند عياله، أنا ما أستطيع أدخل، بحيث إنه هو يوصّل السحر اللي أنا أبيه بطريقتي الخاصة، وهو ما يشعر أبدًا إنه هو اللي قاعد يؤذي أهله. هذا البوابة، بحيث إني أصل إلى شخص عن طريق شخص آخر، يصل إلى البيوت. ف طبعًا مرّيت ب ب أنا مرّيت بحكم خبرة طول السنين، مرّيت بأشياء كثير جدًا. رقيت عند أحد وفعلًا بعد ما أخرج من عندهم نجد القط اللي هم يقولون دائمًا موجود، نجده ميت عند الباب، أو ميت بالعمارة اليوم الثاني يجدونه ميت بالعمارة اللي هم فيها. وكثير هذه حصلت حالات كثيرة جدًا. فأنا قلت يعني إن شاء الله يطلع صوتي المرّة هذه يسمعونه الناس كلهم. أنا قلت اللي على رقية خاصةً، أو يخشى لا سمح الله على نفسه من السوء من الشياطين أو من أحد يستغل، وليس تحريم للقطط أبدًا. اللي يبي يربيها الله يبارك له ويكسب فيها أجر، ويحطها في مكان مخصص عنده في البيت، لا يحطها مثلًا بغرفة النوم كذا. يكون عندهم مكان مخصص في الحوش أو لهم غرفة خاصة، بحيث إنهم يكونون بعيد عن غرف النوم عن الأبناء، حتى لا سمح الله يعني مثلًا زي الصدفية وبعض الأمراض الحساسية والأشياء ذي. أشوفه يطالع من هناك ذا الأسود، مو بأسود هو؟ إي هذا هو، أسود، أسود. إي هذا هو يترزز هناك. هذا هو يترزز وبسم الله الرحمن الرحيم كأنه في جني، يوم سمع صوتك جاي يركض. إي اللهم صل على الحبيب. أقول لك يا شيخ أنا حلمانة